في الفيديو ده هجاوبك على ليه بنذاكر مع بعض وليه تتفرج عليا، وهقول لك على المواعيد واعرفك نظام المذاكره بتاعنا ماشي ازاي. وسؤالك المعتاد، هي القناه دي للمذاكره بس؟ ليه بنذاكر مع بعض؟ بكل بساطه عشان لما بتذاكر لوحدك بتزهق، انما لما تلاقي حد بيذاكر معاك بتحس انك مش لوحدك وفي حد بيشدك معاه، ده غير وقت البريك اللي بنفضل نتكلم فيه. طب ليه تتفرج عليا؟ عشان انا زيك بالظبط، مش شخص بيرفكت بس بحاول التزم. هنشد مع بعض، ولو وقعت هشجعك وهفكرك تقوم، وده بيخليك تلتزم اكتر، ان يكون حد واقف على ودانك ويقول لك يلا ذاكر. وكمان عاملين كوميونتي على تليجرام بيساعدك تتطور وما تبقاش لوحدك. هناك بنشد بعض ونذاكر على فيديوهات هاديه، وطبعا مفيش اهدى من القران، ويكون منفعه لينا دنيا واخره. المواعيد، حاليا انا في الجيش فمش مالك وقتي واجازاتي صغيره. في اسبوع الاجازه هنطلع لايف وهيكون بال 12 ساعه وهننجز كتير ان شاء الله. هل وانا هناك هسيبك لوحدك مش هتذاكر؟ والاجابه لا طبعا. هنزل لك كل يوم الصبح فيديو الساعه 6، هيكون صغير ممكن ساعه او ساعتين، وتفضل تعيده طول اليوم على حسب انت هتذاكر قد ايه، وما تشوفش غيره وما تشتتش نفسك كتير. المهم كل يوم بالفيديو بتاعه، وما تقلقش انا مش هسيبك يوم، انا عامل حسابي كويس جدا. بص، ما هو انت لازم تذاكر وتخلص اللي وراك كده كده. ونيجي لتالت حاجه، هو نظام المذاكره. مقسمين الساعه كامله بنظام البومودورو، 50 دقيقه مذاكره و10 دقائق بريك. بمعنى اصح نذاكر في ال 50 دقيقه ونفصل في ال 10 دقائق. وبالنسبه لي طبعا البريك اهم من المذاكره عشان نفصل ونرجع نكمل واحنا رايقين. وطبعا اوقات الصلاه بناخد فيها بريك حلو كبير شويه. هو يبان نظام بسيط بس صدقني بيفرق كتير. والسؤال الاخير، هل القناه دي للمذاكره بس؟ والاجابه هي لا. هنا بنشارك حاجات كتير، تجارب، فلوجات، فيديوهات عن التطور عموما. هي فيديوهات مختلفه زي خطوه للتغيير وغيرها كتير. يعني مش هسيبك في اي جانب من جانب حياتك، ما تقلقش انت معايا في ايد امينه. سواء بتذاكر ثانوي او كليه او شغل او بتخلص كورسات او بتتفرج على فيديو معين، فجهز مشروبك المفضل ويلا نستمتع. Come on let's go.